كتقلبي على كلاص كيجي بنين منعش واقتصادي. جربي معايا هاد الكلاص باللوز والكراميل، البنه ديالو راقيه والمقادير في متناول الجميع، وانا متاكده الا جربتيه غيولي هو المعتمد عندك ان شاء الله في هذا الصيف. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال، وبلا ما نطول عليكم دوزوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. هنا غنحتاجو سيطرو ديال الكريمه، يمكن لكم تستعملوا هولالا ولا الكريمه اللي كتباع عند المحلات اللي كيبيعوا داكشي الخاص بالحلويات، كتطلع رخيصه. عندهم ايطرو ديال الكريمه ب 24 درهم، اذا السيطرو غير ب 12 درهم. غيطلع لكم الكلاص اقتصادي. ما كنطربوش الكريمه حتى كتطلع لينا بزاف، كنضيفوا لها واحد جوج ياغورت بنكهه الكراميل وكنعاودوا نطربوا. هنا راه تمسح ليا هذا المقطع. كيف قلت لكم ما نطربوش الكريمه بزاف باش ما يجيناش الكلاص ديالنا متلج. هنا كاضافات ضيفوا اي حاجه بغيتو، ضيفوا اللوز، ضيفوا البسكويت، ضيفوا الكركاع، اي اضافه بغيتو، الفويتين ديروه مع الشوكولاته ضيفوه. صافي وكنخلطوا من الفوق لتحت باش يندمجوا لينا هذوك العناصر مع بعضياتهم. هنا اللوز راه محمر في الفران، يمكن لكم تاخذوه من عند مزرعه واجد، ولا تاخذوا واحد 5 دراهم حتى 7 دراهم ديال اللوز، تحمروها في الفران وتقطعوها. هنا كيف كتشوفوا معايا عندنا السيركل، كنديروه من التحت بهذاك البلاستيك الغذائي الفيلم اليمونتير، ولا كان عندكم هذاك المول اللي كيتحل من الجناب حتى هو يمكن لكم ديروه. هنا انا خديت السمال كزواق حيت كنت غادا بها لعند عدوستي، ما يمكنش نديها في الطبسيل، كانوا عندها صحاباتها. وكنحاولوا نيطاليو من الفوق باش يجينا مقاد ومن التحت يجي مسطح. وكنقادوه بالمعلقه بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا حتى كياخذ لنا واحد الشكل مسطح من الفوق، وكنحاولوا نزينوه بشكل عشوائي بحال هكا بالمعلقه كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. صافي وغادي الفوق غادي نزينوه بهذاك اللوز اللي بقى لينا من الفوق، غادي نزينوه به وندخلوه للثلاجه. هنا خليته انا مده ليله كامله. من بعد ما يجمد لينا في الثلاجه كنحيدوا هذاك البلاستيك بكل سهوله كيف ما غتشوفوا معايا، كيتحيد بسهوله. ومن التحت كيكون لينا الكلاص كيف قلت لكم مقاد مسطح. صافي غنحطوه في هذاك السوميل. ما كانش عندكم السوميل كنتو غديروه غير في الدار، ديروا غير طبسيل، ولكن هذاك الطبسيل يكون مسطح، من الاحسن يكون مقاد بحال هكا بلا باش ما يجيكمش ملي تحطوا الكلاص ما يجيش فيه تدرجات. فهمتوني؟ ملي تبغوا تقطعوه غادي تعنكشوا الا كان طبسيل بحال غارق. صافي غادي ناخذ واحد الطورشون ندوزو عليه من الجناب باش دغيا يذوب لينا الكلاص مع هذا الصهد. ما وصلتو حتى كان تقريبا غادي يذوب ليا في الطريق. صافي وندوزو الموس من الجوانب وكيتحيد لينا السيركل بكل سهوله. والتزيين كيبقى اختياري، هنا كتزينوا بالصوص اللي عندكم. هنا توجد عندي انا الصوص ديال الشوكولا، الا كان الكراميل كان احسن. ما كانش لا شوكولا لا كراميل، غتاخدي ياغورت ديال الكراميل ديري في بلاستيكه تقبيها، ولا ديري في واحد البوش ودوزي عليه بحال هكا خطوط رقيقه، وكيكون الكلاص ديالك وجد. ها هو كلاص ساهل ماهل بدون تعقيدات، كيجي من ألذ ما يكون، كيجي معلك لذيذ واكثر من رائع. هنا كنت ديتو عند عدوسي، كانوا جاو عندها صحاباتها، تحيه ليهم كاملين من هذا المنبر. تحيه لخالتي سعاد واختها وسعيده، وكذلك وجدان فاطمه الزهراء ورميساء، ودعيو معها بالنجاح حيت دوزات السادس. وهنا هاد التصويره كانت مصوره معايا وجدان، كنت نتمنى انكم تقبلوا عليه حيت ما ديتش معايا السيبوره. هنا غنقطع معاكم الكلاص كيف ما غتشوفوا معايا، كيجي لذيذ وما كيجيش متلج نهائيا، كيجي كريمي. ملي كتاكلي كتحسي به كريمه. صراحه هاد الطريقه ديال الكلاص بالكريمه كيجي حسن من ديال الشونتيي. كنتمنى انكم تجربوه. والى هنا وصلنا لنهايه لا فيديو. عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك وواحد الكومنتير وتابوناو في لاشين الى عجبكم الوصفات. والى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.